هل تريد أن تصبح عبقرياً في الدراسة وتتفوق على الجميع؟ اليوم سأكشف لك 5 أسرار علمية ستغير طريقة دراستك إلى الأبد. إذا تجاهلت هذه الأسرار ال5 ستبقى تحارب مع الحفظ الصعب والتشتت، وستخسر وقتك وجهدك بدون فائدة حقيقية. أما إذا طبقتها معي فسوف تزيد تركيزك، تحفظ أسرع، وتحقق نتائج مذهلة في وقت قصير جدا، وستتفاجأ كيف تتحول إلى أفضل طالب بين الجميع. ابقى معي حتى النهاية، لأن كل سر من هذه الأسرار ال5 ليس مجرد نصيحة عادية، بل هو مفتاح قوي سيفتح أمامك أبواب التركيز الفائق والحفظ السريع والفهم العميق. قبل أن نبدأ، أرجو أن تضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة، فهذا يدعمني كثيراً. إذا كنت تريد أن تصبح طالباً عبقرياً وتتفوق على الجميع، فاستمع جيداً. السر الأول، وهو أن الطالب العبقري لا يكتفي بحفظ الصفحة كلمة بكلمة، لأن الحفظ الأعمى قد ينسى بسهولة. العبقري يسعى إلى فهم الفكرة فيعرف المعنى العميق للمعلومة، فإذا تغير السؤال أو طرح بطريقة مختلفة يستطيع أن يجيب بسهولة. عندما تذاكر لا تكرر الكلمات فقط، بل جرب أن تشرح الدرس لنفسك أو لشخص آخر وكأنك أنت المعلم، وعندما تفعل ذلك ستجد أن المعلومات تبقى في ذهنك أكثر وتستطيع تذكرها لفترة أطول. تخيل أنك تريد حفظ هذه الجملة: العاصمة هي المدينة التي تدار منها شؤون الدولة. الطالب الذي يحفظ حفظاً أعمى سيكرر هذه الجملة 10 مرات حتى يظن أنه حفظها، لكن إن سأله المعلم لماذا تعتبر العاصمة مهمة، قد يتوقف ولا يعرف الجواب لأنه لم يفهم المعنى. أما الطالب العبقري فيفهم الفكرة أولاً. إذا سأله المعلم لماذا تعتبر العاصمة مهمة، سيشرحها بأسلوبه الخاص لأنه يفهم المعنى، ثم يقول: العاصمة مثل عقل الدولة، منها تأتي القرارات وتنظم الأمور. حتى لو غير المعلم السؤال سيعرف الإجابة فوراً لأنه فهم الفكرة ولم يحفظ الجملة فقط. وهذا هو أول سر لتصبح طالباً عبقرياً: